وانا صغيره اول ما حطوا القلم في ايدي كان عندي هوس اني ارسم بنات صغيرين واقفين جنب بعض وباصين لقدام، بس انه جيش بس عباره عن بنات. معرفش ايه كان بيحصل في دماغي وقتها وايه الطاقه اللي كانت بتخليني اقعد ارسم فيهم طول النهار واخلص ورق كتير. عموما يعني محدش كان فاهم فني. الناس اللي حواليا يسالوني هي ليه البنات واقفين كده، ما انا معرفش هم واقفين كده ليه. مع الوقت طبعا قررت ارسم حاجات تعجب الناس وبدات فعلا اخد اعجاب الناس، بس انا لسه لحد النهارده بستمتع حقيقي لما برسم بنت واقفه باصه لقدام. ساعات بقول لنفسي مش يمكن البنت دي هي انا. قدرت بعد كده اتقبل ان ده جزء مهم جدا مني واعرضه للناس، بس رحله التقبل بتاعتي كانت اوسع من كده بكتير. تعالى النهارده نجاوب 3 اسئله بسيطه علشان نتقبل نفسنا اكتر. الاسئله دي ممكن نعتبرها اول واسهل خطوه علشان تبدا بعد كده رحله طويله في استكشاف نفسك. رقم 1، ايه الحاجه اللي نفسك تغيرها في نفسك؟ رقم 2، انت ليه عاوز تغير الحاجه دي بالذات؟ هل في موقف حصل لك قبل كده؟ حاسس بايه ناحيه انك تتقبل وجود الحاجه دي في نفسك؟ اكتب في الكومنتات لو في حاجه جديده اكتشفتها عن نفسك وخلينا نتناقش سوا. لو جاهز لخطوه تانية اعلى في التقبل سجل في الورشه الجايه. شكرا.